السلام عليكم الإخوان. الموضوع ديالنا اليوم هيكون على شهداء الأوراس، هيكون على الشهيد الشيحاني، ما يسمونه الشهيد الشيحاني. الشهيد الشيحاني الذي يعتبر شهيد في الجزائر وله مقام الشهيد. هذا الشهيد اللي اغتيل أو حكم عليه بالإعدام سنة 1955. هذا قائد لمعركة الجرف وقائد من قادة أو الأوراس. يعني احنا كنعرفوا على أن انطلاق الثورة الجزائرية من جبال الأوراس. هذا قائد من قادة ديال الأوراس اللي هو سميتو البشير الشيحاني. الإخوان، هاد البشير الشيحاني اليوم نعرفوا على كيفاش تم إعدامه والتهمة التي حكم بها. هذا الإخوان مقام الشهيد اللي كنشوفوا قدامنا شنقريحة وهو يزور هذا المقام ديال الشهيد الشيحاني اللي نتكلموا فيه ونعرفوا التهمة التي حكم بها وتم إعدامه. واش حكمت عليه فرنسا؟ واش حكموا عليه الثوار؟ هادشي اللي نعرفه. بقاو معنا كتاب الإخوان ديال شاهد على الثورة في الأوراس. هاد الكتاب ديال الرائد محمد الصغير الهليلي. هذا يشرح لنا كيف تمت المحاكمة. هذا الكتاب اللي كيشرح لنا كيفاش تمت المحاكمة ديال بشير الشيحاني ومن حكم عليه. أمشيو الإخوان الصفحة 217 ونمشيو لنهاية القائد الشيحاني. بعد معركة الجرف الخالدة مباشرة أشيع على القائد الشيحاني تورطه في الانحراف الجنسي. لا ننفيه ولا نؤكده، فالأسرار الخطيرة خلال الثورة كان يلفها الكتمان الشديد وينتهي على مستوى القيادة العليا، وحتى لا تصبح حديث العام والخاص. المهم أن القائد عباس الغرور المعروف عليه تنزيهه للمجاهدين عن الخطأ قد اعترف بأنه رأى الشيحاني قد تورط في زلة الشذوذ الجنسي مع كاتبه، وقد شاهد ذلك بأم عينه إلى درجة عدم قدرته على تصديق ما شاهده، وفراح ينزغ يديه بإبرة ليصحى عقله أكثر، متوهما أن ما رآه لم يكن في اليقظة، لكن في الأخير اقتنع بما كان يقال له وبما أورده الإخوان اللذان كان مكلفا بإحضار الطعام للقائد الشيحاني في خلوته. فقرر عباس الغرور أن يستفتي عالما فيما شاهده ليفيده بحكم الشرع، وقد حصل على فتوى التحريم ذلك العمل المشين في الثورة المقدسة. الإخوان، هذا مرجع جزائري. هذا الرائد الهليلي هو نائب مصطفى بن بولعيد، يعني ما جبناش من فراغ. وهنا كيبين لنا كتبين لنا الإخوان من هم شهداء الأوراس. لذلك الإخوان باق عندنا مصادر ونعطيهم لكم إن شاء الله. إخوان، مصدر ثاني وهو الشروق، المتآمرون الشواذ في الثورة الجزائرية، وأصدر هذا في سنة 2012 للكاتب عبد العالي الرزاقي. يعني هذا دليل على أن الثورة كانت فيها أعمال مشينة. أمشيو الإخوان الفقرة الشذوذ الجنسي والثورة الجزائرية. تورد مذكرات بأن عباس الغرور المشهور بتدينه قتل القائد معمر المعافي مع 4 نساء لأنه وجده يمارس معهن الشذوذ. هذا قائد ثاني. وأنه مجرد ما أخبره بأن القائد البشير الشيحاني يمارس هو الآخر الشذوذ مع كاتبه، لجأ إلى فتوى أحد الشيوخ المنطقة لإعدامه، وتتيح الفتوى قتل من يقوم بعمل مشين في الثورة المقدسة. مذكرات صفحة 217
يؤكد أن أو ينفي الهليلي الشذوذ الجنسي. يعني هنايا نفس المذكرات اللي قريناها في السابق. إخوانا نمشيو المقتطف ديال شهادة خو عباس الغرور الذي سيؤكد أن هذه المحاكمة برخصة الإفطار، ولكن الأزهر دعمها في آنئذ بفتوى رخصة المجاهدين الجزائريين للإفطار في رمضان، كونه هو أدرى فقهيا، وكان فتى للمجاهدين لهم رخصة الإفطار. يعني أنا قريت هذه، ولكن ما عنديش وثيقة يعني حتى حسب شهادات مجموعة سواء بردسي هذه نعم. هذه موجودة، ولكن نعرفوا كما قلت في المحاكمات. يعني مثلا للأسف نذكروا محاكمة القائد شحاني بشير. نعرفوا أن شحاني بشير تمت المحاكمة نتاعو. درك حنا ما نرجعوش المحاكمة إذا كانت جائرة ولا محاكمة، فهمت. المحاكمة أعتقد الجانب الديني كان مؤثر أكثر. بالضبط. نعم. الجانب الديني لما نشوفوا مثلا الاتهامات الموجهة لشحاني بشير، نلاحظ أن الجانب الديني هو اللي يتغلب على يقولوا باللي قبل في المحاكمة، أثناء المحاكمة كان استند عباس الغرور عاجل عدول، ربما عاجل كان يمسك العصا من الوسط، كان سياسي تنظيمي كان، ولكن عباس كان صارم إلى درجة ربما يقولوا باللي صارمة غريبة جدا في تطبيق لا صارمة، ولكن مثلا في قضية شحاني بشير لكن هل استشار في المحاكمة حسب الروايات؟ استشار فقهاء أو نعم استشار فقهاء. وهذا يعني لما نشوفوا المحاكمة اللي صارت، أنه حكم اثنين، يعني محمد شامي وشحاني بشير. ف يعني كانت أشخاص أخرى، كانوا جنود أخرى كان من المفروض أن يحاكموا، ولم يحاكموا بعد استشارة الفقهاء. يعني ما تحكموش. وبن بولعيد لما يعني فر من السجن علم بالوضع، هو قال لك لازم يعني كل ما هو يعني داخل في هذه القضية هذه لازم يعدم. أنا كرأيه مخالف. بن بولعيد شخصيا كل ما هو داخل في وهذه الرواية من هذه القضية الأخلاقية. الرواية الأخيرة ترى ابن بولعيد في إعدام جميع من اتهم في القضية. من أين مصدرك؟ ما هو مصدرك؟ مصدر الإخوان مشوا المصدر ثاني مغربل الرمال، الأوراس سنة 1959-1945. هذا كذلك يعطينا حقائق عن ماذا قلنا عن الشيحاني. نمشيو الصفحة 84. نهاية مرحلة تخمر الشيحاني وشابا من خنشلة ممددين واحدا جنب الآخر. وماذا كان يفعلان؟ لا شيء، كان يتحدثان بالفرنسية ويمازحان. أكانت ثمة أشخاص آخرين في المخبأ؟ أجل، السي عباس والشيخ علي وبيشا وعمر. بيشا وعمر هل لاحظوا شيئا ما؟ كلا، فقد كنت الوحيد الذي استشعر شذوذا، وهذا ما يؤكد على أن الشيحاني كانت أخلاقه أو يعني غير. وهذا مصدر ثاني يا الإخوان، اللي هو مصدر بحث جزائري عن أزمة القيادة العسكرية في الولاية الأولى، اللي هي الأوراس التي يقول عنها الجزائريين مهد الثورة ومصنع الرجال. هذا البحث ديال جامعة بادنا الجزائر، وهي موسوعة الجزائرية الميسرة. أزمة القيادة العسكرية الأولى سنة 1955-1957 للدكتور بوزيدي، جامعة زيان عاشور الجلفة. نمشيو الصفحة 142 من نفس البحث، والقاو على في الفقرة الثانية: مما ينبغي التنبيه له في هذا الشأن أن عباس الغرور بادر إلى استفتاء الشيخ الحاج في قضية اتهام الشيحاني بالشذوذ وباقي المتهمين معه، فأفتاه بوجوب قتل كل مرتكبي الجرائم الغير الأخلاقية في أوساط المجاهدين، فتم تقييدهم واستدعاء المجاهدين لحضور محاكمتهم علنيا، فأخضع كل واحد
من هؤلاء الثلاثة للاستجواب على حدة: فرحي الساعي، شايب علي، وعلي الشامي. فاعترفوا برؤيتهم الشيحاني يمارس الشذوذ، لكنهم خافوا من البوح والتصريح آنذاك. فالساعي صرحوا أنه مارسها مع يمارس الشذوذ مع الشامي محمد، كما مارسها في العديد من المرات مع شاب تونسي اسمه بزويج عمره 17 سنة. وشهد عليه أيضا علي بن القاسم أنه مارسه مع كاتبه علي الشامي، وشهد معه 8 آخرون. شوف كم واحد شهد، 8 آخرون، من بينهم وقاد الخميسي المدعو سي صالح. ويضيف ريموند أن مصطفى بن بوالعيد كان على علم بشذوذه قبل سفره إلى ليبيا. والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق عاجل العجول قد منع الشيحاني من الحديث خلال الجلسة خشية فصاحته وإحداث الانقسام والبلبلة بين الحاضرين في الجلسة، واتهمه بمنع المجاهدين من الصلاة. تخيلوا أن شهيد يمنع المجاهدين من الصلاة وأبقاهم مكبل اليد. وعليه فقد أخضع الشيحاني لسلسلة من الاستنطاقات خلال جلسة المحاكمة. استمرت محاكمته حوالي 2 ساعات، وتمت إدانته بعد إلحاح 150 مجاهد من الحاضرين على إعدامه، فأعدم في الساعة 9:30 صباحا يوم 23 أكتوبر. فلكم أن تتخيلوا يا الإخوان أن الجزائر التي تتغنى بشهدائها أن يكون عندهم قائد ديال منطقة الأوراس على هذه الأخلاق التي رأينا لم تقتله لا فرنسا ولا في معركة ولا في أي شيء، بل حكم من طرف الثوار في محكمة ثورية. يعني الشيحاني عيب علينا أن نقول عليه شهيد، لأن المجاهدين أو الثوار حكموا عليه بأنه شاذ. وأنا أتساءل كيف لقائد الأركان الجزائرية زورو واحد اللي حاطين عليه مقام وديرين ليه مقام على أنه شهيد وهو شاذ جنسي؟ هذا السؤال الجزائري. إخوان، أنا درت هذا الفيديو ردا على السب في رموز المغاربة، لأننا إذا بحثنا في رموزهم وشهدائهم هنلقاو الكثير. لذلك الجزائري أعنا على سترك. وكنتمنى من الإخوان المغاربة يتابوناو في القناة ويبارطاجيو لهذا الفيديو ويديروا التعاليق باش كل المغاربة أو كل العالم يعرف حقيقة الشهداء الجزائريين الذين يسبوننا في أعراضنا وفي أمواتنا، مع أن ذلك فيهم. وهذا الشيء غير بحث صغير داروه المغاربة ولقاو على أن هذه الفضائح ديال شهداء الجزائر. فالجزائر كفى من سب في أعراض الناس التانيين. شكرا الإخوة.